السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو كاع يلقاكم بخير. انني لاباس والحمد لله. كما راكم تشوفوا جيتكم بوصفة حقيقة فريمون اللي ما يديرهاش غادي يراطي. عجينة شابة بزاف، خفيفة، تجي هشيشة. شوفوا من الداخل ما تجيش معجنة وتجي قطن. قبل ما نروحوا للمقادير ولا كيفية التحضير، فضلا وليس أمرا ما تنساوش اللي عجبه هذا الفيديو يضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك ولما لا، هكا باش تعم قاع الفائدة. هنايا عندي المقادير كالتالي. في الأولى درت كمية من البصل وشوية تاع جزر وشوية تاع كابوية، اللي هي القرعة. ربيتهم كما كالروطة ولا الجزر، ربيته هو والقرعة كابوية، والبصل قطعته إلى شرائح صغيرة. درت شوية تاع زيت وندبلوهم على نار متوسطة. هاد الحشوة اقتصادية كما راكم تشوفوا، ما فيهاش تكلفة كبيرة. فيما يخص اللحم غادي نديرو صدر الدجاج. اللي عنده صدر دجاج يدير، واللي عنده الفيونداشي تاع الخروف ولا تاع المهم يدير، واللي ما عندهش وما يبغيش هذا اللحوم يدير الطونه. هنايا التوابل درت شويه تاع كمون، شويه تاع كركم، شويه تاع حرور، شويه تاع ملح. واللي يبغي يدير لي زيبيس حوايج واحد اخرين ويزيد يتبلها اكثر يدير. دروك ننتقلوا الى مرحله تاع العجينه. العجينه كما شفتوا كاس تاع حليب دافي، اللي يبغي يضاعف الكميه ولا اللي يبغي يدير عبر كبير يدير. كاس ما دافي درت فيه ملعقه كبيره تاع خميره تاع الخبز وملعقه تاع سكر. وهنايا زدت كاس تاع فرينه، وغادي نخلطوهم مليح ونغطوهم ونخلوهم حتى تتفاعل هذيك الخميره. هنايا بعد اللي تفاعلت الخميره تاعنا، شوفوا هنايا القوام، شوفوا هنا كيفاش تفاعلت. حنا دروك غادي نروحوا ونزيدوا نكملوا المقادير المتبقيه. غادي نزيدوا وحده بياض بيض، الجون داف هذاك الصفار نخلوه على الجهه، من بعد نطلو به السوفلي تاعنا. كما راكم تشوفوا كميه تاع الزيت هنايا تقريبا نصف كاس تاع زيت. نخلطوا هاد المكونات كاع مليح، ندخلوا هذاك الزيت والبيض في الخليط تاعنا الاول كما راكم تشوفوا. وغادي نزيد كاس تاع فرينة، ونزيد كمية من الملح، ونزيد الكاس الثالث تاع الفرينة. يعني لحد الآن درنا كاس الأول اللي تفاعلت معاه الخميرة، ومن بعد اللي تفاعلت الخميرة زدنا 2 كيسان تاع فرينة. يعني لحد الآن درنا 3 كيسان تاع فرينة. دائما في الوصفات تاعي نقول لكم ما تتقيدوش بار اكزومبل بالسوائل ولا بالفرينة. هنايا الفرينة كاين اللي تتشرب كاين اللي ما تتشربش، المهم نديرو بشويه ورانا نشوفو. هنايا 3 كيسان وزدت معاهم نص كاس باش نلم العجينه تاعي. شفتها باللي كان خصها شويه تاع فرينه، يعني انايا في الكميه تاع السوائل اللي درتها دخلتني 3 كيسان ونص نتاع فرينه. نخلطوهم على هذه الطريقه. كما راكم تشوفوا العجينه تاعنا ما تستاهل لا عجن ولا دلك ولا تعب. بهذه الطريقه وانتي سلكتيها. العجينه تاعنا تاع اليوم ما غادي نخلوها لا تختمر ولا ترتاح، مباشره نبدو نخدموا في العجينه تاعنا. غادي نحطوها في بلون دو طرافاي ولا في حاجه كيما هكا، نقطعوها الى قطع حسب الرغبه. اللي يبغي السوفلي تاعه يكون كبير يكبر القطع، واللي يبغي السوفلي تاعه يكون متوسط الحجم ولا صغير يصغر القطع. انا هنايا قطعتها الى 12 قطعه، دارت لي 12 حبه تاع سوفلي. نقطعوها كاع، نكملوا كاع الكميه، ومباشره تانيك نبدو نشكلوا فيها كويرات حتى نكملوا كاع الكميه تاعنا. معليش نعاود نذكر المتتبعين تاوعي اللي عجبه هذا الفيديو ما ينساش يعاود يضغط على زر الاعجاب هكا باش ما تنساوش. كي نكملوا تقطيع تاع العجينه تاعنا كاع،
كي نبغوا نشكلوها نقدروا نعاونوا رواحنا ولا نعاونوا ليدينا بشويه تاع فرينه باش هكا ما تتلصقناش. ما نكتروش الفرينه باش ما نشفوش العجينه، برك نحاولوا باش نعاونوا ليدينا ونشكلوها كاع كويرات حتى نكملوا كاع الكميه. فيما يخص الحشو بعد اللي تنشف السوائل اللي فيه ويطيب اللحم هذاك، نخلوها حتى تبرد الحشوه باش نقدروا نستعملوها، باش هكا ما تقطعناش العجينه تاعنا. انا هنايا طفيت على النار تاع الحشو وراها تبرد لو طون لي نكمل كاع الكويرات تاوعي. شفتوا باللي ما شدتليش اليد بالخف، وجدتها في 10 دقائق الحشوه تاعي كانت طابت، والعجينه بالخف توجديها، ومين ما تخمرش ولا تخليها ترتاح بالخف تقدي تشكليها وتحطيها طيب. هنايا غادي نبدو نحلو العجينه تاعنا، نحلوها بالحلال. هنا يليق تكون رقيقه، انايا درتها رقيقه بزاف، يعني السمك تاعها ما تخليهش خشين بهكا ما تجيكش من الداخل معجنه. هي على كل حال مادام ترقيها مليح، مادام تجي باسكو راه فيها الخميره غادي تزيد تخمر شويه، مادام ترقيها مليح في السمك، مادام تخرج لك مليحه غادي ما تجيناش من الداخل فيها العجين بزاف، ما تجيش كيما الخبز، بالعكس يجي سوفلي عفوا، تجي السمك تاعها يجي رقيق والحشوه تجي باينه. دوك تشوفوها كي طيب معايا. هنايا بعد اللي بسطنا كاع العجينه تاعنا، انا هنا درت شويه تاع هريسه، ولكم الاختيار، اللي يبغي حاجه حاره يدير واللي ما يبغيش حاجه حاره ما يديرهاش. هنا نوجه تحياتي كبيره لعزوجتي هي اللي خدمت لي هاد الهريسه، نقدم لها تحياتي من هذا المنبر. غادي حطيت شويه تاع فرماج، حطيت الحشو تاعي، حطيت الجبن تاع المثلثات، وحطيت شويه تاع الجبن المبشور. واللي ما تبغيش تتبلع عليه، شفتوا الطريقه اللي درتها، شويه تاع ما بصباحكم وديروا كاع لو طور تاع هذيك العجينه وتبلعوها، تبلعوها باحكام هكا باش ما تنحللكمش. ومن بعد غادي نطالوها بحبه تاع جونديف اللي كنا ديجا من قبل وخرناها على جهه. نديرو كاع في الكميه تاعنا البيض، واللي ما يبغيش البيض يدير شويه تاع حليب، واللي ما يبغيش الحليب يدير يبنسيهم كاع بشويه تاع ما. والتزيين اختياري، انا هنا كان عندي شويه تاع زيتون، زينتها بحبات الزيتون من الفوق، واللي يبغي يدير شويه تاع جرجلان ولا شويه تاع سانوج ولا حبه طيبه يدير الزرارع من الفوق. على كل حال هنا لكم الاختيار، وكل واحد حسب الرغبه تاعه في التزيين. هنا تقريبا غادي نحطوها في الفرن، راها بخيس كملناها، نحطوها على درجه حراره تاع 180 حتى 190 درجه. كي تتحمر من تحت عفوا حمروها تنيك شويه من الفوق. وهنا هذه هي الوصفه تاعنا راها واجده. انا حمرتها بالك شويه فوق اللازم، وانتم لكم الاختيار، اللي يبغي يخليها شويه دوغي يخليها كيما هادو. انا هادو ما زينتهمش بالزرارع والزيتون باسكو عندي بنتي ما تبغيش هادوك الزرارع وكاع، درت جهه فيها تزيين وجهه خليتها هكاك بدون تزيين. دوك نحل معاكم الحبه وشوفوا من الداخل كيفاه جات، ما تجيش كيما الخبز فيها الباب ملبيه، هذه تجي غير العجينه وتجي رقيقه والحشوه تجي باينه. شوفوا هنايا كيفاش غادي نقسمها، شوفوا من الداخل كيفاش جات العجينه. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، نتمنى عجبتكم الوصفه ونتمنى ما كنتش ثقيله عليكم. تقريبا وصلنا الى نهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.